أنا محمود عزيز الداود. نحن عندي 6 أخوة شباب وعندي 4 أخوة بنات. نحن نعيش بقرية، وهي القرية مؤلفة كلياتها من كلياتنا أهلية، يعني بالنسبة للقرية كلياتها من نفس العشيرة. ونحن طفولتنا نشأنا بهاي القرية اسمها الحداجة. نحن ربينا على مكون عربي، يعني ما كان في عندنا دائما انه نختلط زيادة مع الجوار وهيك. فكان اعتمادنا دائما احنا على الزراعة. تعودنا على الزراعة وعلى تربية المواشي. فدخلت المدرسة بعمر 6 سنوات، درست لحتى الصف التاسع. تركت المدرسة بأسباب المعيشية، إنه الوضع بدي أساعد أهلي. توفى والدي وأنا الصف تاسع، تركت المدرسة. صار عندنا أسباب معيشية سيئة شوي، ومشان أساعد أهلي ضليت أشتغل حتى تقريبا صار عمري 19 سنة وأنا أساعدهم. بعدها كل اعتماد كان على الزراعة أو أكون عامل حر. أخذوني الدولة السورية، حكومة دمشق هي اللي أخذوني إجباري. ظليت تقريب 2 سنين، بعدها تركت. تقريبا أنا ظليت تقريبا 2 سنين جواتهم. أول بداية كان في تدريبات، في صعوبات يعني زيادة، في دائما يعني معاملة سلطوية، يعني معاملة دائما إجباري. إيش بدهم يتطلب منك بدك تنفذ، مو على كيفك. يعني أي شخص كان يمل من هالأمور هاي. يعني كان في ظلم زيادة، يعني أي شغلة بدهم إياها خلاص لازم أي شخص ينفذها. مستحيل إنه يقبل يناقش، لا حتى النقاش ممنوع، لا نقاش يقبلون ولا أي شيء. يعني كان في زيادة عن اللزوم ضغوطات. فبعدين أخذونا على مكان ثاني، وكان زاد المكان نفسه، هذاك المكان بضغط. كنا نعاني زيادة، يعني في أمور اللي هم عم ياخذونها قراراتهم، والمعاملة التعامل اللي كانوا يعاملون العساكر تبعهم معاملة سيئة، سيئة زيادة. يعني كل المعاملة اللي شفتها يعني أعتبرها يعني ظلم زايد. يعني كل الحكومة هي حكومة مركزية عندهم، رتب وسلطة زيادة، ونعاني من هالشيء. كنا أنا تركت تقريبا بما يقارب 2 سنين، تركت. ظليت عندهم 2 سنين تركت. بعدين جيت اشتغلت مدني بالتربية المواشي، وفلاح عامل حر. بعدين رجعت صرت حلاق، يعني فتحت صالون حلاقة وصرت أشتغل. لما رجعت على المنطقة كان فيها جماعات الجيش الحر، بما يسمون حالهم الجيش الحر.
بعدين جبهة النصرة آخر 2013 دخل علينا داعش، دخل على المنطقة. كنا نعاني زيادة، كان عندهم ظلم زيادة، يعني تركنا نحن الحكومة السورية حتى نطلع من هالظلم، ورجعنا بظلم ثاني. كانت المنطقة تعاني زيادة من الظلم، وما حدا كان يتقبل، لا فكرهم متطرف، كانوا قاسين على البشر، على الشعب، الشعب كلياته كرههم. كانوا يدوروا فرصة للشعب، فرصة بس انه يطلعون من منطقتهم. ظلينا نعاني من هالشيء هذا زيادة يعني عن اللزوم. تقريبا بالفترة هاي 2013 ل 2016 حتى كان شغل اللي عم نشتغله نتحاسب عليه، نتحاسب على أي شغلة نشتغلها نتحاسب عليها. كانوا يفوتوا على البيوت، ما في لا احترام لبيت، أو يعني حتى لو كان واحد بالطريق ما يسلم منهم. يعني كان فكرهم متشدد زيادة عن اللزوم. فبال 2016 دخلوا الرفاق، حرروا المنطقة. منطقة الحداجة هي صايرة تقريبا تابعة للحدادية، فحرروا المنطقة بحملة الشدادي. في العالم اللي لما شافوا الرفاق انه حرروا المنطقة فرحوا يعني زيادة عن اللزوم. يعني نحن من النقطة هي كنا نعاني منها من البداية، انه لازم منطقتنا تتحرر من هالفكر هذا المتطرف، من هالتشديد، الفكر المتشدد. فلما حرروا المنطقة الرفاق، كل أهل المنطقة يعني فرحوا زيادة عن اللزوم. صاروا يمشون يعني بكيفهم، يعني ما حدا يحاسبهم، حتى على البيت ما حدا يدخل بأي لحظة. يعني احنا كنا نعاني من الفكر المتطرف، أحيانا بنص الليل ما في احترام، يفوتوا على البيت هجوم، يضربون العائلة، يضربون أي شخص قدامهم ما يحترمونه. بال 2016 دخلوا الرفاق على منطقتنا وحرروها من الفكر المتطرف. كانت هي حملة الشدادي. فأنا شفت الرفاق وكل أهل المنطقة شافوا الرفاق اللي حرروا المنطقة. كان تعاملهم كويس، احترامهم، أخلاقهم. نحن بالتعامل والأخلاق والمعاملة دائما صار عندنا انسجام إلهم. فأنا تركت شغلي إنه كنت حلاق، تركت شغلي ودخلت بين الرفاق. دخلت بين الرفاق، كان في انسجام لإلي بين الرفاق. كنت دائما أنا بال 2011 كنت أسمع إنه بالحزب
ونحن قديما لما كنا أطفال كان الوالد يحكي لنا عن القائد عبد الله أوجلان وإنجازات القائد، بس كنا أطفال يعني ما نعرف إيش الحزب، إيش النهج اللي عم يمشي عليه. فبال 2016 لما دخلت بين الرفاق ذكرت كل اللي كان يحكي لنا إياه الوالد. فدخلت لما دخلت بهذا الطابور الشهيد لاوند كانوا الرفاق يدربوني على السلاح، يدربوني دائما. أخذت تدريبات، طبعا تدريبات عسكرية وسياسية. تعرفت يعني على شخصيات، على شخصية القائد، كيف كان يعيش، كيف يعني كيف كان هالإنجازات هاي اللي صارت. وعلى فكر القائد كل الرفاق اللي كانوا معي يمشوا على هاي الإنجازات، كيف قاوم القائد. كانوا الرفاق يعني ينجزوا أشياء يعني كويسة. التدريبات اللي كنا نتلقاها دائما، التعامل اللي كان فرق يعني بين قديما. ذكرت أنه أنا كنت بالدولة السورية أخدم عند الدولة، ففي فرق بين التدريبات والتعامل. فبعد بال2000 وآخر 2016 طبعا انتقلت الرفاق، نقلوني على طابور الشهيد لاوند، انه مثلا اقوي الرفاق تدريبات على السلاح. فلما دخلت أنا طابور الشهيد لاوند كان كمان في رفيقات عم دربوا كمان. دائما نحن صرنا نتوسع بالفكر اللي عندنا فكان في تجهيزات للحملة. طبعا أنا شاركت بس حملة الرقة، فشاركت بحملة الرقة. كان في رفيقات معنا بهاي الحملة، الرفيقات اللي بيجوا كنا تجهيزات الحملة، وطلعنا لهاي الحملة لتحرير الرقة. فدخلنا أول بداية لما طلعنا على الحملة، طبعا هي مناطق عديدة من بعد الجزرات لحتى وصلنا الكرامة. ندخل بشكل مجموعات نحن والرفيقات اللي معنا. كنا نواجه صعوبات زيادة، يعني حتى كان أحيانا الذخيرة اللي بين إيدينا أحيانا تكون قليلة. دخلنا المناطق هي اللي حررناها. دائما كل منطقة عم نحررها نشوف في انسجام للشعب،
دائما يصير في هلاهل واستقبال يعني فرق يعني بين التعامل اللي كانوا يعاملونهم إياه داعش الفكر المتطرف. لما شافوا هذا التعامل نحن كان أهميتنا إنه نحرر المناطق من الفكر المتطرف ونحمي هالشعب والأطفال اللي بهاي المناطق. فبعدها نحن كان نواجه صعوبات. كان معنا رفيقات اليبجة كمان كانوا يقاوموا معنا، لحتى حررنا المناطق هي اللي ذكرتها. فبعدها نحن يمكن أخذنا استراحة، لأنه قد ما واجهنا صعوبات وكان في تعب زيادة، حتى طلبنا استراحة شوي. كنا كم يوم استرحنا لحتى ثاني مرة دخلنا لحد تحرير المناطق. يعني هي الحملة اللي شاركت بها أنا تصاوبت بها كانت منطقة اللي تصاوبت بها اسمها مشلب. فلما مرتين أنا دخلت على هي المنطقة الرقة هي لحتى تحريرها يعني. فتصاوبت من منطقة اسمها المشلب. أول بداية الإصابة كان انفجار لغم. كان معي الرفاق، واحد من الرفاق استشهد، كان رفيق استشهد وأنا كنت مصاب. فأخذوني الرفاق عم يساعدوني لحتى أتلقى علاج إسعافات أولية. كانت أول الإصابة يعني شظايا كانت في كل أنحاء جسمي. لما أخذوني الرفاق عم يساعدوني لحتى أتلقى علاج أو إسعافات أولية، بما أنه ما في كان هذيك الإصابة الزايدة، فكان فجر علينا لغم ثاني. اللغم اللي فجر ضرب عيوني وإيدي. فلما أخذوني الرفاق عالجوني سعفوني، أنا ما كنت أشوف شيء نهائيا. طبعا تم معالجتي، أخذوني الرفاق عالجوني. ما كنت أعرف. طبعا أنا دخلت بداية أنا الإصابة كنت صاحي، ما أنه دخلت بغيبوبة أو شيء. هي بالبداية. ثاني مرة كمان لما تصاوبت كانوا الرفاق حوالي، أنا كنت أتذكرها هاي اللحظة. فبعدين لما أخذوني ما كنت أشوف شيء، أخذوني الرفاق تاعي يعالجوني. بعدها أنا دخلت شوي، يمكن دخلت بغيبوبة. فأخذوني يعالجوني. لما صرت عند الدكتور ناقش معي الدكتور، أنا كنت ما أشوف شيء. كانت إصابتي عيوني وإيدي اليمين وكامل أنحاء جسمي كله شظايا. فعالجوني الرفاق، أخذوني على باشور. كانت واحدة من عيوني منتهية والثانية كان تحت العلاج. صرت أشوف بعين اليسار، اليمين كانت منتهية. فعالج الدكتور لحتى سواها
تجميل عين صناعي، والعين اليسار كانت تحت العلاج لحتى صرت أشوف، كنت أشوف بيها شوي. ظليت تحت هذا العلاج لحتى 2020 كنت أشوف. بال2020 بأواخر 2020 ساء وضع العين، صرت ما أشوف بيها. طبعا كنت أتلقى العلاج بفترات، يعني كنت الرفاق عم يأمنوا لي احتياجاتي بأكملها من علاج وغير العلاج. بال2020 لما كان إساءة لعيني صرت أستخدم هاي عصاية، عم أمشي وبإيدي العصاية، يعني هاي تعوضني عن العين. لما أمشي بهاي العصاية يعني ما كان في صعوبة، ولحد الآن الحمد لله ما في صعوبة. عم أمشي بهاي العصاية، وأنا بين الرفاق ما في شيء صعب. دائما أقول للرفاق نحن بصمودنا وإرادتنا ومقاومتنا راح نكسر كل الحواجز وراح نبني. صرت أستخدم العصاية يعني وكأني إني أشوف، يعني يعني أنا إرادتي قوية، ونحن كل أي شيء بده إرادة، أي شيء بده إرادة. نحن كل الرفاق اللي قاوموا وكل العجبهات واللي الجرحى، نحن بصمودنا ومقاومتنا راح نفشي كل الاحتلال اللي يصير على أرضنا، وراح نفشل كل مخططات الاحتلال التركي وغير الاحتلال التركي. أنا لما تصاوبت أهلي ما كانوا يعرفوا عني شيء، ضليت 5 شهور ما يعرفوا عني شيء. أنا كنت متقبل الأمر اللي أنا به، لأنه أنا دخلت بين الرفاق بإرادتي وحتى وبعلم أهلي. فكان لما بعد 4-5 أشهر بعد الإصابة جيت على أهلي، أهلي فرحوا زيادة يعني، وفرحانين لأنه أنا تصاوبت بين الرفاق. يعني كل اللي حوالينا يجوا عم يعني عم يقولوا انه انت اللي صمدت، وهي رمز مقاومة، وما يعني انت والرفاق اللي معك نرمز للرمز المقاومة والصمود. أوجه رسالة للقائد آبو بمقاومة القائد آبو والصمود. ونحن نعتبر القائد وهو رمز لإلنا، بصمود القائد ومقاومة القائد وفكر القائد راح ننتصر
وراح نحمي أرضنا. وأوجه رسالة للرفاق اللي على الجبهات والرفاق الجرحى، كل شخص منهم يعتبر رمز مقاومة وصمود. وأنا بالنسبة لإصابتي ماني ندمان وراح أظل مقاوم. أنا عم أسمع وعم أمشي، اللي يقاوم مو كل المقاومة بالنظر، في مقاومة نحن نقاوم بعقلنا وبقلمنا وبفكرنا، ودائما نحن جنبا لجنب للرفاق اللي على الجبهات وصمود. نحن رمز وصمود لكل العالم. أوجه رسالة، نحن نبني على أخوة الشعوب. وأوجه رسالة لكل العالم أجمع، نحن ما نفرق بين المكونات، نحن إرادتنا أخوة الشعوب، وسوف نبني هذه نحن نشتغل على كل مدار 24 ساعة على حماية الشعب وأخوة الشعوب، ونحن رمز صمود ومقاومة. يا زلزال زلزال اسمك يا أبو زلزال، اسمك يا قائدنا عبد الله أوجلان. زلزال 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 لأن سوى بالناس بالنواس. زلزال زلزال أقص لساني إذا وياك زلزال زلزال، وقص يدي إذا جابت لك أذية. يا ويلي يا ويلي يا ويلي شلون يبكين عيوني.